اللي يجي لك عيل بتاع بليله زملكاوي عبيط مش فاهم حاجه، يقول لك الاهلي نادي الدوله. بجد والله العظيم الاهلي نادي الدوله؟ الاهلي الدوله بتساعده، الاهلي الاتحاد بيساعده. بجد والله انت مصدق اللي انت بتقوله ده؟ طب شوف طيب، شوف طيب، مباراة ودية ولا مباراة ملهاش أي تأتي لازمة، تحصيل حاصل، انت كده كده صعدت وخلاص ودنيتك حلوة، انت فاهم؟ والأهلي طلب منك علشان خاطر عنده ماتش مهم جدا جدا جدا، ماتش ببطولة اللي هو السوبر الأفريقي، طلب منك إعفاء اللعيبة بتاعته علشان احنا محتاجينهم، وانت مش محتاجهم. ممكن تجرب غيرهم عادي جدا يعني، خصوصا ان انت بتعمل اي كلام، ماتش ملوش اي 30 لازمة تحصيل حاصل وماتش ودي، يعني عادي، دنيتك حلوة، ممكن تجرب لعيبة غيرهم، مش واقفة الدنيا عليهم يعني. انما انا بالنسبة لي انا محتاجهم، لان انا همثل مصر، انا همثل مصر في بطولة مهمة، بطولة من ماتش واحد. فحضرتك رفضت كاتحاد كورة، وتقول لي فيتوريا هو اللي رفض. لكن لو هتعدلها، لو هتتكلم في الصح والمظبوط، هتعرف وانا عارف برضو، واكيد كل الدنيا عارفة ان مش فيتوريا هو اللي رفض. ده اللي هو طلع اللعيبة بعد الماتش، انت فاهم ازاي، ووداهم بسرعة للزمالك، وكان عندهم ماتش مهم تاني مع المنتخب، فاكرين؟ كان زيزو وفتوح تقريبا، فاكرين انتوا؟ طب فاكرين مين هو؟ حازم امام. طب ليه؟ ليه؟ ما عنديش مشكلة، انا كنادي اهلي والله ما عندي مشكلة، مفيش اي مشكلة، احنا في خدمة المنتخب، عادي، عادي خالص. بس ما تجيش انت بقى بعد شوية كده قدام تقول لي الاهلي نادي الدولة، ما تجيش انت بقى تقول لي اتحاد الكرة بيعرض للاهلي، ما تجيش انت تقول لي الكلام ده، ما تجيش تقول لي الاهلي بيكسب مش عارف بالفتة وباللحم، ما تجيش تقول لي كده. انا ما عنديش مشكلة مع اللي حصل ده، انما عندي مشكلة في كلامك انت، لان انت بتناقض نفسك بطريقة رهيبة. اديك شايف اهو قدام عينيك ايه اللي بيحصل مع الاهلي، سكتم بكتم بقى بعد كده، ما اسمعش حسك ايها البليلة، بجد والله.